ازاي الاهلي اتحول من القمه الى القاع بعد ما كان مسيطر على كل البطولات بقى مش عارف يكسب ماتشين ورا بعض؟ تعالى معايا ارجعك بالتاريخ وافكرك ازاي الاهلي كان بيلعب اي فريق. في 2020 الاهلي كان عنده مدرب اسمه بيتسو موسيماني، الراجل ده كان عامل شغل عالي مع النادي الاهلي. جه الاهلي في 2020 وخد مع الاهلي البطوله التاسعه والعاشره في افريقيا، وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا للسنه الثالثه على التوالي في المباراه الشهيره اللي كانت قدام الوداد واللي الاهلي خسرها بفعل فاعل. وبعدها مشي بيتسو موسيماني. حرفيا الراجل ده ما كانش بيعتمد اي فريق في افريقيا قدامه، وكان ليه تصريحات مميزه بتعرفنا شخصيه وعقليه بيتسو موسيماني. We are a big team. احنا فريق كبير. We are the champions of Africa. في ابطال افريقيا. We are the team that is number 3 in the world. كده بنوصل كاس العالم حتى على العالم. We are lucky. يعني احنا النادي الاهلي. يعني مثلا لما الاهلي كان اتاهل تاني للمجموعه في دور المجموعات في افريقيا، طلع وقال تصريح مميز وقال ان كل الفرق اللي اتصدرت المجموعه محدش بيتمنى يقابل النادي الاهلي. ولما كان يروح كاس العالم ويرجع ببرونزيه كان يقول هنحاول السنه الجايه ان نحقق انجاز اكبر، وتحس انه ما كانش شايف اي حد في القاره كلها قدامه. بس في السنتين اللي قعدهم مع الاهلي ما قدرش يتوج ببطوله الدوري، رغم انه كان بيعمل نتائج تاريخيه قدام الفرق الكبيره. واكبر دليل الماتش اللي كسبه 5-3 قدام الزمالك. بعد ما مشي موسيماني جه مكانه مدرب اسمه ريكاردو سواريش. المدرب جه من هنا ولقى الاهلي مريح الفريق الاساسي وقال له العب بالبدلاء والناشئين، ورغم كده كان مقدم اداء احسن من يستروب اللي موجود دلوقتي. المهم المدرب ده ما طولش مع الاهلي ومشي على طول، وكان ليه تصريح مميز وقال ان الاهلي السنه الجايه هيكسب كل البطولات. وبعدها الاهلي راح جاب واحد من اعظم المدربين اللي دخلوا النادي الاهلي، تاني اعظم مدرب في تاريخ النادي الاهلي بعد مانويل جوزيه. والمدرب اللي انا بتكلم عنه هو السويسري مارسيل كولر. جدي جدي في يوم 9/9/2022 الاهلي اعلن التعاقد مع مارسيل كولر عشان تبدا فتره ذهبيه للنادي الاهلي. وقتها الاهلي كان بياكل اخضر واليابس وما كانش بيرحم اي حد يكون قدامه، لدرجه اننا ما كناش بنقول الاهلي هيكسب النهارده ولا هيخسر، احنا حرفيا كنا بنقول يا ترى الاهلي هيكسب 3 ولا 4. الراجل ده كان عامل سلسله اسمها ثلاثيات مارسيل كولر، ولما كان بيزهق كان بيخليها رباعيات مارسيل كولر. بعد حوالي شهر من تدريب مارسيل كولر للنادي الاهلي قدروا انه ياخد اول بطوله قدام الزمالك، وكانت بطوله السوبر المصري. وده عرفك الفرق بين المدرب اللي جاي يشتغل والمدرب اللي جاي ياكل عيش. ولا انا عايز فرصه عشان اتعود على اجواء ولا اتاقلم مع الفريق ولا الكلام العبثي ده كله. وبيدخل الاهلي الفتره من اجمل الفترات اللي مرت على النادي. عايز كاس مصر موجود، عايز السوبر موجود، عايز دوري ابطال افريقيا موجود، عايز الدوري موجود. ده طبعا غير برونزيه في كاس العالم للانديه. وقدم ماتش كبير وعالمي قدام نادي اتحاد جده، وقدر انه يقسو عليهم على ارضهم وسط جماهيرهم بثلاثيه مقابل هدف. مش واحد ولا اتنين، دول 3 يا بيه يخزوا العين. ابعتها له يمكن ياخد باله. قال لك انا الاسد حامي حمى من يلوذ بي، وفعلي له وصف الى وقال لك ايه بقى عم عنترة بن شداد؟ قال لك الى الدهر عشان يصطدم في نصف النهائي بريال مدريد، ورغم كده كان بيهاجم ريال مدريد. ولو وقتها كان عندنا مهاجم مش بعيد الاهلي كان يكسب ريال مدريد. بيدخل مارسيل كولر في سنه 2024 وبيتوج بكاس السوبر المصري وكاس مصر ودوري ابطال افريقيا والدوري وكاس الثلاث قارات. وبالرغم انه وقتها ما كانش معاه سكواد مرعب، وكان بيدخل في مشاكل كتير مع الاداره عشان بيطلب صفقات وما بيجيبوش اللعيبه اللي هو عايزهم. وطلع اكتر من مره في مؤتمر صحفي وقال انا طلبت من الاداره صفقات وما فيش اي حاجه جت. Verpflichtungen hast du Zusicherung bekommen, dass... Ja, Zusicherung, also wir müssen zuerst Spieler haben, die wir dann sagen, okay, den und den wollen wir. Das ist ein bisschen problematisch, wenn du so auf diese Art und Weise. Ja. وبرضه كان جايب اجهزه مخصصه للتدريبات، واتقال له اصل الاجهزه موجوده في الجمارك. وعدى فتره طويله على ما الاجهزه طلعت وقدر انه يشتغل بيهم مع اللعيبه. حرفيا مارسيل كولر كان من اعظم المدربين اللي انا شفتهم في حياتي. الراجل ده كان بيبقى كسبان 3 ولا 4 وبعد الماتش تلاقيه بيتفرج على اعاده الماتش من تاني عشان يشوف الاخطاء والغلطات اللي اللعيبه وقعوا فيها، ويبدا انه يشتغل مع اللعيبه عليها ويصحح الاخطاء اللي حصلت في الماتش. يمكن ده المدرب الوحيد اللي كل ما افتكره بعتذر له عشان كنت بطالب برحيله. ولو فاكر ان مارسيل كولر كان بياخد بطولات عشان كان معاه سكواد مرعب، فخليني اقول لك ان كولر كان بياخد الدوري وافريقيا وهو معاه بيرسيتاو وكهربا وطاهر وموديست واكرم توفيق وكوكا وقفشه وغيرهم من اللعيبه اللي كانوا مميزين مع مارسيل كولر هم علي معلول وعبد المنعم والسوليه. يا حبيبي يا حبيبي.
هما دول الثلاثه اللي مش موجودين دلوقتي واللي كانوا يعتبر مميزين مع مارسيل كولر. ومن بعد رحيل الثلاثه دول ما بقاش في روح عند اللعيبه. كفايه بس ثنائيه علي معلول ومحمد عبد المنعم. كنت تقول لهم تاخدوا ضربه جزاء ولا ركله ركنيه كانوا يقولوا لك ركله ركنيه. وده طبعا عشان كلنا عارفين عرضيات معلول كانت دواء وراسيات عبد المنعم كانت عارفه طريقها في الشبكه. فجاه مره واحده كل ده اختفى. بيمشي علي معلول وبيمشي محمد عبد المنعم وبيمشي عمرو السوليه وبيمشي مارسيل كولر وبيمشي كمان وسام ابو علي اللي ما صدقنا بقى عندنا مهاجم مميز. عشان يتحول الاهلي 180 درجه وندخل في دوامه مش عارفين نطلع منها لعند دلوقتي. رحنا جبنا مدرب تعبان كان بيدرب نادي تعبان في جنوب افريقيا. طب مين اللي اختار المدرب؟ محدش عارف. طب اختاره بناء على ايه؟ برضه محدش عارف. طب ايه المميز عنده؟ محدش عارف. المهم انهم قعدوا يقولوا ده بيعلم اللعيبه الف ب كوره وبيعلمهم ازاي يباصوا وازاي يعملوا مثلثات ومربعات ودوائر ولا كاننا في حصه هندسه. المهم ان المدرب ده دخل مع النادي الاهلي كاس العالم للانديه وخد اول مواجهه قدام انتر ميامي وطلع متعادل في الماتش وبعدها بيخسر من بالميراس وبيتعادل مع بورتو. وتقريبا ده افضل ماتش هو عمله مع النادي الاهلي. وخليني اقول لك ان الماتش ده بنسبه 90% يتحسب لوسام ابو علي لان طبعا وسام ابو علي هو اللي كان شايل الفريق وهو اللي خلى الاهلي يتعادل ويسجل هاتريك. وكان الماتش ده هو السبب في رحيل وسام ابو علي عن الاهلي. بعدها ودع الاهلي كاس العالم للانديه ودخلنا في بطوله الدوري. من اول يوم في الدوري راح متعادل مع مودرن سبورت وبدا الدوري بالتعادل وفضل على المستوى التعبان ده كل ماتش تعادل او خساره. فراح جه الاهلي مشيه وقلنا خلاص الاهلي هيعوضنا بمدرب تقيل ويكون ليه اسمه وشخصيه ويفكه من حوار المدرب المشروع اللي ما بيظبطش معانا. فراح الاهلي جاب عماد النحاس عشان يكون مدرب مؤقت ودايما بيكون المنقذ للنادي الاهلي. هو واحد فقط اللي بلجأ له في المواقف الصعبة دي. مين؟ عم العمدة بتاعي. يا عمدة حبيبي يا عمدة. واللي وقت ما بتحتاجه بتلاقيه بيكون موجود وجاهز. بعدها بفتره لقينا الاهلي جايب لنا مدرب دنماركي اسمه يستروب. مين ده يا جماعه؟ ولا ايه مسيرته ولا ايه انجازاته؟ محدش عارف. طب مين اللي اختاره واختاره بناء على ايه؟ برضه محدش عارف. ده كان في كلام على ماركو روزا وبرونو لاج وناس تقيله. ازاي اخترتوا المدرب ده وايه المميز اللي عنده اصلا؟ المهم انه عمل كام ماتش حلوين في البدايه مع النادي الاهلي وقدر انه بعد حوالي شهر ياخد السوبر من الزمالك. وهي دي البطوله الوحيده اللي حققها المدرب وكانت على حساب الزمالك اللي تقريبا اي مدرب جديد بيجي النادي الاهلي بيعمل لنفسه اسم على قفا الزمالك. ودخلنا بعدها في دوامه وبدا يستروب يظهر على حقيقته وعرفنا انه مدرب ابيض خالص وملوش في الكوره. ودع دوري ابطال افريقيا قدام الترجي، ودع كاس مصر من فريق في الدرجه الثانيه، ودع كاس الرابطه وضيع الدوري على النادي الاهلي ومش هيخلينا نلعب دوري ابطال افريقيا في الموسم الجديد. ومش بس كده كمان مش عايز يمشي وعايز يكمل مع الاهلي. والمصيبه الكبيره في العقد بتاعه والشروط اللي موجوده في العقد وكمان المبالغ الماليه اللي لو الاهلي فكر يمشيه دلوقتي عايز يدفع حوالي 6 مليون دولار. وكان في كلام ان في شرط في العقد بتاعه ان ما يمشيش غير مع بدايه الموسم الجديد، يعني لازم انه يلعب مباراه في الموسم الجديد عشان يقدر الاهلي يمشيه من غير ما ياخد الشرط الجزائي. الكلام ده لو حصل تبقى كارثه بكل المعايير للنادي الاهلي. تخيل بقى ان يستروب هو اللي هيكون متحكم في الصفقات وهو اللي هيكون متحكم في اللعيبه اللي هتمشي. وطبعا المدرب الجديد هيجي يقول لك انا ما عملتش صفقات وانا كنت عايز لاعب في المكان ده بس انا جيت لقيت الفريق السكواد اللي موجود دلوقتي وعايز اخد فرصه لعند ما اثبت نفسي. مفيش ديليت هنا ولا خلاص؟ قلب. تخيل من بعد ما كنا مسيطرين على افريقيا ما بقيناش عارفين نكسب ماتشين ورا بعض. تخيل من بعد ما كان عندنا مارسيل كولر بقى عندنا يستروب. تخيل ان من بعد ما كان عندنا علي معلول بقى عندنا يوسف بالعمرو ومحمد شكري. ومن بعد ما كان عندنا محمد عبد المنعم بقى عندنا احمد رمضان بيكهام وياسين مرعي. ومن بعد ما كان عندنا وسام ابو علي بقى عندنا كاموش ومحمد شريف ومروان عثمان. وبعد ده كله المفروض اننا نشوف اداء من اللعيبه ونتائج كويسه رغم اننا كلنا قبل بدايه الموسم كنا بنقول اللي هيتعادل معانا هيعمل فرح عشان طبعا في سكواد مرعب ولاعيبه المفروض انهم اتقل لعيبه في افريقيا. لعيبه بتاخد ملايين وبياخدوا فلوسهم في ميعادها، بيعملوا اعلانات وكل ده من خير النادي الاهلي. ده غير ان المدرب كان بياخد في بلده 100 دولار ووجبه فاحنا رحنا جبناه وبقينا بنديله ملايين كل شهر. لك هيتصرف لمده 5 سنين يتصرف 750,000 جنيه في السنه، يعني اكله شربه لبسه نومه هدومه حمومه علينا. زينه والله زينه. بعد ده كله عايزين اللعيبه يلعبوا ويكون عندهم روح وشخصيه النادي الاهلي. الموسم الجديد المشاكل دي كلها لو ما اتحلتش من الاحسن ان النادي الاهلي يتقفل. المفروض ان الاهلي يشتغل على حل المشاكل دي من دلوقتي، يعني المفروض تكون مخلص مع مدرب وتكون شفت مهاجم اجنبي قوي بدل الميت اللي انتوا جبتوه اللي اسمه كاموش، وتشوف هتعرفوا ترجعوا محمد عبد المنعم ولا تجيبوا مدافع اجنبي قوي. والاهم من ده كله يعني اللي كتب العقد بتاع يستروب يا ريت ما نشوفوش في النادي الاهلي، لان حرفيا اللي كتب العقد ده يستاهل انه يتحكم عليه بالاعدام. وفي النهايه قول لي رايك ايه التغييرات اللي ممكن يعملها الاهلي في الموسم الجديد عشان يرجع لمستواه الطبيعي.